وانا بقول لكم من دلوقتي الزمالك لن يقبل ان يكون في حكم مصري يحكم المباراه القادمه بالصوره دي. الصوره دي النهارده انت بتقرب النادي الاهلي للدوري، بتعادل مع فيوتشر، بيتلغي هدف لاحمد عاطف وبيتلغي هدف للاهلي، بتاع الاهلي واضح مليون في الميه ان التسلل على علي معلول، الثانيه واضح ان في واحد مغطي، لكن عادي عدي مش حدش يتكلم. النهارده ظلم باين للاسماعيلي يا جماعه، مش معقوله. بيقولوا لي اهدى ازاي؟ يعني انا اهدى ازاي؟ كل شويه ظلم 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 ظلم، موضوع كهرباء ظلم، السوبر ما نروحش السوبر بسبب الظلم، ايه ده؟ والناس ساكته ومعديه ومفيش اي مشكله. يا راجل في حد في العالم لجنه الانضباط تاخد عليه 12 ماتش بيلعب لغايه دلوقتي؟ ده مين ده وفين ده واني بلد في الكوره لجنه الانضباط عندها تاخد قرار ولا ينفذ؟ ايه ده؟ ايه ده بجد والله؟ ايه ده؟ ده اسمه فجر. اللي بيحصل ده فجر بمعنى كلمه فجر. ايه ده؟ واحد بيخرج عن النص بياخد 12 ماتش، المفروض لجنه استئناف تجتمع وتخفض العقوبه، ما تخفضش العقوبه، بيلعب لغايه دلوقتي، ولجنه الاستئناف لغايه دلوقتي ما اجتمعتش. يعني كهربا كان ممكن يلعب النهارده وهيلعب الماتش الاتحاد ويلعب ماتش الزمالك والموسم يخلص ولجنه الانضباط فين يا سياده المستشار عادل الشربجي؟ هو حضرتك في حاجه كنت دابح خروف مثلا وفي العيد مع الاجتماع فين؟ هو الاجتماع فين؟ مش النادي الاهلي انسحب من القضيه؟ مش النادي الاهلي والمستشار القانوني بتاع النادي الاهلي طلع قال لك احنا خلاص تركنا الخصومه؟ طب ما حضرتك ترك الخصومه ما اجتمعتش ليه؟ والله بتكلم، ما اجتمعتش ليه؟ ده دوري بايظ، ده دوري بايظ.